دلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في القمر ده؟ حاجة كده تحفة جدا، أكلة كده بنشتريها من بره لأولادنا، بنشتريها بأسعار غالية جدا وما تستاهلش إن احنا نشتريها بالأسعار دي. بجد طعمها تحفة، بتمنى كل الوصفات تعجبكم. يا ريت ما تنسوناش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت تفتكرونا كده بدعوة حلوة من القلب. ويلا بينا كده بسرعة ندخل نشوف ايه هي المكونات مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كده أكلة اقتصادية حلوة جدا، طعمها تحفة جدا. طبعا احنا شايفين كل المكونات، وعلى ما اعتقد ان كده في بعض من الناس ممكن يكونوا عارفوا هي ايه هي. احنا النهارده هنعمل مع بعض كده البرجر بالفراخ. هنعمله بطريقة حلوة جدا، وهنكون مدخلين فيه خضار علشان يبقى اكل صحي جدا لولادنا. بتمنى بجد الوصفة تعجبكم، وطبعا هي أكلة صحية وفي الوقت اللي احنا فيه دوت بجد حاجة كده حلوة وتبقى مفيدة لأولادنا، وتبقى هم زي ما هم ما بيحبوا السندوتشات. هنعملها مع بعض، بس هندخل فيها كده شوية مكونات علشان تظبط الأداء معانا، وتبقى فيها خضروات كده وحاجات مفيدة للولاد. يلا بينا كده نشوف ايه هي المكونات كده مع بعض. انا معايا كده كيلو من البانيه، غسلاه ومنضفاه كويس جدا. ومعايا كده قرن الفلفل الاحمر القمر دوت، ومعايا كده من الخضار اللي هدخله، اللي طبعا مش هنخليه باين خالص. معانا كده كوسه وجزر، وطبعا تحبي تزودي بقى براحتك، تمام. كوسه وجزر وبصل وفلفل. طبعا اي حاجه انت مش عايزه تستغني عنها، تمام، مفيش مشكله. ومعايا هنا كيلو الا ربع من البطاطس المسلوقه، طبعا سلقاها وحطيت عليها شويه ملح وشويه توم باودر وبصل باودر وهم لسه سخنين. اما هنا كده التوابل اللي بتاعتنا اللي معانا كده، معانا هنا كده ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر. وطبعا هنحط في التوابل بتاعتنا الزعتر والروزماري، لان هم بيدوا اضافه تانية، بس هنضربهم في الكبه عشان ما يبانوش معانا في الاكل. ومعانا كده مرقة الدجاج دي. ومعانا توابل الفراخ. يلا بينا كده مع بعض كده نشوف احنا هنعمل ايه. هنفرم حاجة حاجة علشان مش عايزين الخضار بتاعنا يكون باين خالص، لان اللي عنده اولاد كده زي ولادي، انا ممكن بنتي الكبيرة تطلع الخضار كده من وسط الاكل وما تاكلوش خالص. فاحنا عايزين الحاجات دي ما تبانش خالص في الاكل. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بتمنى كل الوصفات تعجبكم، يا ريت تخليكم معايا للاخر. يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. طبعا احنا في وقت الدراسة، طبعا كل ولادنا بيحبوا السندوتشات والحاجات ديت، فاحنا هنعملها مع بعض بطريقة مفيدة جدا وتكون مغذية جدا لأولادنا. يلا بينا بسرعة نجيب الكبة بتاعتنا ونرجع تاني مع بعض. أول حاجة هنا كده هنبدأ نقطع معانا الخضار بتاعنا، نقطعه حتت صغيرة كده علشان الكبة بتاعتنا، عشان طبعا الكبة بتاعتنا ما تبص معانا. هنقطع كده الكوسة قطع كده صغيرة علشان خاطر الكبة ما يحصلش فيها أي حاجة. هنقطعهم كده ونرجع كده كل المكونات كده مع بعض، هنقطعها واحده واحده كده ونرجع تاني نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. اهم حاجه وقبل اي حاجه يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا للاخر. وطبعا هنا كده يا حبايبي خلاص قطعنا كده كل الخضار بتاعنا. هنبدا بقى كده ننزل عليه معلقه كده من الزعتر علشان تتفرم معاه، ومعلقه من الروز المالي. بجد بتدي اضافه تانية خالص للتوابل، بس احنا مش عايزين ندخلها كده في وسط الاكل فتبقى ايه باينه كده معانا، لان احنا طبعا عارفينها ان هي بتبقى اعشاب كده صحيحه، فاحنا مش عايزينها تبقى باينه معانا. هنضرب كل الكلام دوت بقى كده في الكبه بتاعتنا ونرجع تاني مع بعض. وطبعا مرقه الدجاج هي كمان هنضربها معاهم علشان خاطر عايزين الحاجة كلها تطلع ايه خفيفة كده وما تبقاش فيها اي تكتلات معانا عشان ما تبانش كده في بق الاولاد. هنضرب حاجتنا كده كلها في الكبة ونرجع تاني مع بعض. وبما ان احنا ضربنا كده كل التوابل، طبعا قطعنا كده الفراخ معانا كده لقطع صغيرة، وهنضربها معانا كده في الكبة دلوقتي. هنضربها كده معانا في الكبة كلها، وهندخل التوابل بتاعتنا كلها كده مع الفراخ. يلا بينا نروح كده. وطبعا هنا كده خلاص هنحط بقى التوابل بتاعتنا كده كلها تتضرب كده وتتفرم مع الفراخ بتاعتنا، وهنروح نضربها في كبتنا ونرجع تاني مع بعض. وهنا كده يا حبايبي خلاص احنا فرمناها وخليناها ناعمة خالص كده. طبعا السندوتشات البرجر الفراخ ديت نقدر نعملها من الوراك، بس لازم تبقى طبعا مخلية. وهننزل عليها كده بالبطاطس بتاعتنا. طبعا بجد أكلة اقتصادية وموفرة في الغلا اللي احنا فيه ده دلوقتي بجد، وبنروح نشتريها لأولادنا من بره عمرها ما بتبقى فراخ بس كده. بجد طعمها تحفة جدا.
طبعا بنروح نشتريها لاولادنا كلنا من محلات كبيره جدا احنا عارفينها، بنشتريها باسعار كبيره جدا. هنقلبها كده بقى كل الحاجات دي مع بعضها، هنقلبهم كده، ندمج بقى الفراخ مع الخضار مع كل الحاجات دي. واحلى ما في الموضوع ان انت مخليه الخضار داخل فيها كده، لا الولاد هيحسوا بيها وبل بالعكس هم هيدوكي كده طبقه تانية كده، بجد طعمها هتبقى تحفه جدا. بتمنى تجربوها وتقولوا لي كده في الكومنتات اذا كنتوا بتعملوها بنفس الطريقه ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. هنقلب كل المكونات كده مع بعضها ونرجع تاني مع بعض نشوف ناقص ايه تاني. وطبعا يا حبايبي بعد ما خلاص كده ربطناهم كده كل المكونات كده واتمزجت كده مع بعضها، هننزل بقى بالمكون اللي هيربط المكونات دي كده كلها مع بعضها. وطبعا انا لو مش عايزه اضيف المكون ده عادي جدا، ولا هتفك مني ولا اي حاجه بالخطوات اللي هنعملها. بجد طعمها بتبقى تحفه جدا، وولادك لا بيعرفوا يفرقوها من بتاعه بره ولا اي حاجه. في واحدة من متابعين القناة دخلت على الصفحة بتاعة الفيس وطلبت مني ان هي لسه عروسة جديدة وبيحبوا السندوتشات والكلام ده كله، فهي عايزة اكلات موفرة وتكون اكلات اقتصادية. فانا قلت لها استني معايا الفيديو الجاي، بجد هعمل اكلة تحفة جدا. احنا كده خلاص كده عملناها كده. البقسماط هنحط كده، هنحتاج هنا كوبايتين كده من البقسماط. ده طبعا عيش فينو، انا اللي عاملاه بقسماط كده، حطيته في الفرن ونشفته وضربناه كده في الكبه بتاعتنا بقسماط. خدنا كده منه كوبايه ونص كده، طبعا عشان احنا عاملين كميه كبيره. انما طبعا لو انت هتعملي نص كيلو من البانيه ولا نص كيلو من الفراخ عموما يعني، هتحتاجي 5 معالق بس من البقسماط عشان يربط معانا الفراخ بتاعتنا كويس جدا. طبعا هنقلب كل المكونات كده مع بعضها كده كويس جدا علشان خاطر تتمزج كده كلها مع بعضها، ونرجع تاني نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. بتمنى الوصفه تعجبكم وتخليكم معانا للاخر ونشوف مكوناتنا. ويا ريت تفضلوا دايما تشجعونا كده بكومنت ظريف زيكم. ويا ريت ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. هنبدا نربط كده كل الكلام ده كده كله مع بعضه ونرجع تاني مع بعض. بتمنى الحلقه تعجبكم، ويا ريت يا ريت يا ريت ما تنسوش دايما كومنتاتكم ودعمكم لينا هو اللي بيخلينا ان احنا نكمل معاكم. وهنا كده يا حبايبي خلاص بقى، بعد ما خلاص كده حطيناها ظبطنا الطبق بتاعنا اللي هنحط فيه، جبنا كده كوبايه من الزيت، وهنبدا نجيب كوره كده من الفراخ بتاعتنا. طبعا دي فراخ كده فيها كل المكونات اللي ممكن جسم اولادنا يبقى محتاجها، ونخليها طبقه سميكه كده علشان خاطر ولادنا يحبوها كده. وهنبدا ان احنا ندهنها كده بالزيت عشان نقدر نفردها كده معانا كويس. وتقدري بقى تحفظيها في الفريزر كده كده عشان تقدري تظبطيها كده معانا. وهنعملها كلها كده بنفس الطريقة. طبعا بقى هنطلعها وقت ما نيجي نحمرها على طول، بجد من الفريزر بجد بتبقى حلوة جدا. زي كده بتعمليها كده معاملة الكفتة، عايزة تعمليها كفتة كده وتعمليها صوابع كده في الفرن، تمام مفيش اي مشكلة. بس انا بتكلم للي حابب ان هو يعملها سندوتشات برجر كده للولاد في المدرسة في الوقت اللي احنا فيه دوت. مكونات حلوة جدا وطعمها تحفة. تظبطي كل حاجتك كده بتوابلك، كفايه ان انت ضامنه نظافتها وضامنه ان انت مديه لولادك حاجه نظيفه. بجد وجبه تحفه جدا، وجبه فيها كل الحاجات اللي ممكن جسم اولادنا يحتاجها. بتمنى الوصفه بجد تعجبكم. يا ريت يا ريت يا ريت ما تنسوش تقولوا لي كده في الكومنتات اذا كنتوا بتعملوها بنفس الطريقه ولا لا. وطبعا لو مش حابه تضيفي كل الاضافات دي، تقدري تحطي نفس التوابل بتاعتها كده اللي احنا عملناها كده. تقدري تحطي نفس التوابل كده في فراخ بس، تفرمي الفراخ بتاعتك كده وتعمليها بالفراخ بس. بس بما ان احنا دلوقتي عايزين ندي لاولادنا كل الوجبات الغذائيه القيمه الغذائيه بتاعتها تبقى عاليه معانا، فانا حبيت ان انا اعملها كده لولادي. بجد طعمها تحفة وأكلة اقتصادية، وناس كتيرة قوي دلوقتي عمالة تسأل يا جماعة اللي بيعرف يعمل حاجات اقتصادية والكلام دوت. فأنا حبيت أشارك معاكم النهاردة بالوجبة ديت. يا ريت يا ريت يا ريت تقولوا لي كده إذا كانت حلوة ولا لأ،
وانا على ما اعتقد يعني ان هي كويسة جدا لاولادنا في المدارس، وكويسة برضو ان احنا لو هنعملها كوجبة اساسية كده للولاد في البيت، مع شوية بطاطس كده محمرة، بجد تحفة جدا. وطبعا احنا حاطين فيها كل الحاجات الكويسة اللي هي الخضار والكلام دوت، وطبعا مش هيبقى باين لاولادنا. فبجد على ما اعتقد يعني ان هي كويسة جدا. بتمنى الوصفة تعجبكم، خليكم معانا للاخر نعمل كل الكمية ونرجع تاني مع بعض. طبعا انا كده خلصت الطبقة الاولى كده في الطبق بتاعنا. هنبدأ بقى كده، حطينا كده طبقة كده من البلاستيك من اكياس التلاجة بتاعتنا، حطيناها كده فيها، وهنبدأ نحط عليها الطبقة التانية. طبعا دي هندخلها كده في الفريزر كده لمدة ساعة، لمدة ساعة كده. طبعا انت كده تقدري تعمليها كده الحجم اللي انت عايزاه. هندخلها كده الفريزر لمدة ساعة، وهنرجع تاني نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. اتمنى الوصفة تعجبكم، يا ريت تخليكم معايا للاخر عشان تشوفوا شكل الوصفة بتاعتنا ايه. يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. خليكم معانا للاخر. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما جهزنا كده البرجر، معانا برجر فراخ بالخضار بالبطاطس بكل الحاجات دي القمر دي، جهزنا معانا كده بضايه. طبعا الولاد ما قدروش يستحملوا طبعا يستنوا، فانا جهزت كده معاكم بضايه كده، وهنحط عليها شويه كده من اللبن، وهنبدا نرب فيها كده شويه، وهنحط عليها معلقه كده من الفلفل. الفلفل طبعا الاسود علشان خاطر نشيل منها اي ريحه مش حابينها ولا اي حاجه من البيض. فاللبن الفلفل بقى هيشيل معانا اي ريحه كده مش حابينها مع اللبن والبيض، مع البيض واللبن، عشان في ناس اصلا مش بتحب ريحه اللبن والبيض خالص. هنبدا هنا بقى كده جبنا البقسماط الكورن فليكس كده. انا عاده بحب ان انا اضربه كده في الكبه كده ضربه كده واحده كده، بفرمه فرمه واحده كده، وتبلته بقى. حطيت عليه كده شويه كده صغيرين خالص من الملح وشويه من البابريكا. شايفين طبعا سماكه البرجر كده بتاعنا. هننزل عليه هنا كده الاول كده في البقسماط بتاعنا، وطبعا لازم الزيت يبقى سخن، ولازم نبقى حاطينها على نار هاديه علشان خاطر يطلع معانا مستوي كله. حابه بقى ترفعيه اكتر من كده تمام، مفيش اي مشكله، وتنزلي بقى كده بيها في البيض بتاعنا، وترجعي تاني على البقسماط. بجد طعمه حكايه احسن من اللي بنشتريه من بره. وكفايه ان انا بقدم لولادي حاجه نظيفه وجاهزه وصحيه، ومش حاجه كده زي بتاعه بره كده لا احنا ضامنين نظافتها ولا اي حاجه. يلا بينا نروح على الزيت ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. اتمنى الوصفه تعجبكم، يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا للاخر. وطبعا زي ما احنا ما شايفين كده خلاص بقى، انا كده نزلت على في الزيت بتاعي كده، نزلت فيه كده بالبرجر بتاعنا. طبعا انا حطاه على النار الضعيفه، النار الصغيره خالص، علشان خاطر ياخد السوا براحته بتاعه، لان احنا عاملين الطبقات سميكه. فلو عملناها على نار عاليه من جوه مش هيبقى مستوي، لان طبقه الكورن فليكس بتبقى عاليه جدا. فاحنا هنسيبها على النار الضعيفه دي خالص، النار الهاديه يعني، علشان يستوي معانا كويس. بتمنى الوصفه تعجبكم، يا ريت تخليكم معانا للاخر عشان تشوفوا شكل وصفتنا. بجد وصفه تحفه جدا، وصفه اقتصاديه مدخله لولادك فيها كل الخضار اللي ممكن ما يرضوش ان هم ياكلوه، او انا عامه ولادي مش هياكلوه، مش هيشوفوه ولا اي حاجه. بجد طعمها تحفه جدا. بتمنى الوصفه تعجبكم. واللي دخلت قبل كده على الصفحه بتاعه القناه قالت لي ان احنا عايزين اكلات اقتصاديه، انا عملتها اهو. بجد اكله اقتصاديه وطعمها تحفه جدا. بتمنى تجربوها وتقولوا لي كده في الكومنتات رايكم فيها ايه. بتمنى الوصفه تعجبكم، يا ريت ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معانا للاخر عشان تشوفوا شكل وصفتنا ده كده يا حبايبي. ده الشكل النهائي بتاعنا كده بتاع البرجر بتاعنا. طعمه طبعا حكايه جدا. دلوقتي هنبدا بقى نعمل السندوتشات بتاعتنا. بجد هتبقى حكايه، واحسن ما بنجيبها من بره باسعار بجد فظيعه. بجد طعمه احلى من بتاع بره، وما كلفناش اي حاجه، وبالعكس احنا حاطين فيه حاجات مفيده جدا لاولادنا، وبجد هيعجب اولادنا جدا. تحطوا لهم في اللانش بوكس يتغدوا بيه، وتبقى وجبه مفيده جدا. يلا بينا نكمل كده وصفتنا ونكمل السندوتشات بتاعتنا نعملها. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما جهزنا كده السندوتشات بتاعتنا، بدأنا كده نحط في مقلاية عندنا، نحط فيها كده مكعب من الزبدة، وهنبدأ ان احنا نعمل الساندوتش بتاعنا بس كده ياخد لون كده زي بتاع بره. بجد الطريقة دي بتدي طعم تاني تحفة جدا.
هنبدا نسيبها كده بس على البوتاجاز كده شويه. هي بس بتحتاج اول واحده بس كده اللي هنعملها كده، هنحط فيها زبده او مكعب كده من الزبده، وهنبدا نحمص كده الساندوتش بتاعنا كده زي بتاع بره، عشان خاطر نبقى مجهزين كده نفس الطعم ونفس الشكل. عملتيه لاولادك بحاجه بسيطه جدا، كيلو من البانيه مع شويه بطاطس. طبعا تعملي الكميه اللي انت عايزاها اللي انت حباها، بجد طعمه بيبقى تحفه جدا. بتمنى الوصفه تعجبكم، يا ريت تخليكم معايا لاخر الفيديو علشان تشوفوا شكل السندوتشات بتاعتنا ايه. بتمنى كل الوصفات تعجبكم، يا ريت ما تنسوناش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت ما تنسوناش بكومنت ظريف كده زيكم علشان خاطر نعرف ان كل الحاجات اللي احنا بنعملها بتعجبكم باذن الله تعالى. ودلوقتي يا حبايبي عملنا اطعم ساندوتش كده ممكن نجيبه من بره باسعار فظيعه جدا. طبعا شكله تحفه جدا، طعمه حكايه بجد. اتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لنا كده في الكومنتات اذا كنتوا بتعملوها بنفس الطريقه ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. بتمنى بجد كل الوصفات تعجبكم، وبجد بجد وصفه سهله وموفره واقتصاديه جدا. بتمنى ان اللي طلبت مني الوصفه دي بجد تعجبها، ويا رب يا رب يا رب يا رب دايما اي حاجه نكون بنقدمها تعجبكم باذن الله تعالى. بتمنى كل الوصفات تعجبكم، يا ريت ما تنسونيش ده ابدا في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. يا ريت ما تنسونيش بدعوه حلوه من القلب وكومنت ظريف كده زيكم عشان نعرف ان الصفحه ليها متابعينها باذن الله، متابعينها باذن الله. بتمنى كل الوصفات تعجبكم، واشوفكم في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.